النهارده أول حلقة في الترشيحات اللي ممكن أعملها كل أسبوع أو أسبوعين على حسب يعني. فترشيح النهارده هو واحد من الأفلام اللي عملها ويس أندرسون، وكنت تتفق أو تختلف معايا، فويس أندرسون هو واحد من الناس اللي بتعرف تخلق نوع من النظام والسيمترية في مشاهد، ودايما كان بيحاول يقدم فن جديد ومختلف بغض النظر إننا شبعنا سيمترية وبقينا حاسين قد إيه هو مكرر وبيتعاد. لكن فيلم النهارده هو حاجة مش هتتكرر على المستوى الفني والسينمائي. هو واحد من الأفلام اللي نزلت في السنة اللي كسب فيها الأوسكارز، وكان تحدي على ويس إنه يطلع فيلم أنيميشن ستوب موشن بالشكل ده وبالشياكة دي. فيلم مش طويل، مدته مش أكتر من ساعة ونص، بيحكي عن ثعلب عنده أزمة منتصف العمر، مش عارف يتقبل حاله، ودي واحدة من أكبر المشاكل اللي الإنسان بيقابلها. ولكن ويس قدمها هنا في الفيلم من منظور ثعلب ومخلوقات عايشين وبيعملوا الحاجات اللي الإنسان الطبيعي بيعملها. واحد من أهم الأفلام اللي نزلت في السنة دي، وفيه جورج كلوني فويس أكتور وويليام ديفو. بجد هو فيلم جميل وتجربة فعلا مش هتتكرر تاني، وأرشحه بشدة لكل الناس اللي بتحب الأنيميشن بشكل عام.